الحمد لله انها خلصت. في السنه اللي فاتت ده معلمي ظهر لنا كائن عاهه ترند مريب فشخ. وقفش ابقى مع ابو ايمن بالقنطر، ابو ايمن لابس القنطر. يعني مبدئيا كده معلمي احنا هنجيب الترندات تنازليه. طبعا يا معلمي يعني الكروان غني عن التعريف. انا ما اعرفش ليه القطيعه دي اتعملت. بعيدا يعني عن انه اتحبس، بس في سؤال في دماغنا بديهي جدا، يعني هو اتحبس ليه؟ ايه ده كروان انت لابس ست؟ يا معلم عرفت تقف في الصوره حطها في الكومنتات. بص يا معلم انا معاك ان هو لابس ست ودي حاجه تيت خالص، بس هو ما اتحبسش عشان كده للاسف. هي مسكله اتاب اصلا. هتقول لي بس هو اتحبس عشان غلط في واحده. هقول لك انا يا معلمي اولا دي مراته او مش مراته، يعني ما تيجي نشوف. لا انا ما اتجوزتش ولسه سايمه. يعني هو معلمي على الحال ده من ساعتها. هتقول لي ازاي يعني يا زياد؟ هو مش الجواز ده محتاج عقد؟ هو هينكر يعني ان في عقد كمان؟ هقول لك لا يا معلمي هو هينكر حاجه ثانيه خالص. ده العقد مسيف حضرتك. هتقول لي ماله يا معلمي هو واقف كده بيعمل ايه؟ مبروك على التكريم في المهرجان. طبعا يا معلمي السؤال الجاي انت هتقول لي كروان بيتكرم عن ايه؟ هقول لك لا السؤال مش كده. السؤال هو ليه اصلا سموه كروان؟ بص كده مش سايب قلبي موجود. الفكره احنا معلمين ان في كلام بيقع وكوستكن خرطه. يعني بعد الخرطه دي اعتقد يعني كفايه. ونيجي بقى معلمي للسؤال المهم هنا، هو اتكرم ليه؟ اقول لك يا معلمي عشان المسلسل اللي عمله وده اللي اتقال. حقيقي بقى يا معلمي ان هو اصلا ما اتكرمش، وده على لسان رئيس المهرجان نفسه. الناس لو تسال هتعرف ان هو ما كرمش. الجايزه اللي كانت معايا دي بقى منين؟ كده من صديقه بقى لي. هتقول لي يرضيك اصلا انه يمثل يعني؟ اقول لك يا معلمي الشركه المنتجه اتغرمت مليون جنيه. وصحيح انا كروان ايه رايك في القرار؟ اشرف ساكن لسه بعت على الواتس. يعني يا معلمي للاسف هو على الحال ده من ساعتها. هتقول لي الله احنا برضو عايزين نعرف اتحبس ليه. هقول لك انا يا معلمي كده باختصار شديد، في فيديو اتسرب ليه مع حد في المطبخ. انا بريء من فتش المطبخ. هتقول لي يا معلمي هو ازاي بريء وهو في الفيديو؟ اقول لك يا معلمي ده مش جديد، الكروان فيه صفه مشتركه بينه وبين مخاطر، وهي معلمي الانكار بعدم وجود دليل بعبط وعدم منطقيه. بس شوف كده المبرر. هوسكا خطيبها سرق الفون بتاعها ونشر لنا فيديو داخل البيت. معلش هستعين بجمله من الحلقه اللي فاتت. في انا مش فاهم مين خطيبه مين ولا مين مرات مين. يعني انت المفروض كنت معاها وهي مخطوبه وخطيبها سرق التليفون عشان يفضح خطيبته اللي كانت متصوره مع صاحبها في المطبخ. الناس الوسخه دي. يعني سيبك من راس السنه دلوقتي يا معلمي وقول لي سؤال. ايوه صح كده، الواد ده كام سنه على العبط ده؟ ما تيجي نساله. وانت كام سنه؟ 30. معلش استنى كده يا معلمي، ما تجرب تساله تاني كده. انا سني لسه 22 سنه. اتعود يا معلمي تسال السؤال مرتين مع اي ترند شبيه لمخاص. ده احنا من كتر العبط اللي هو فيه يا معلمي احنا ممكن نسميه مخاص يطوع عادي جدا يعني، يرتقي لهذه المكانه عادي. طبعا هتقول لي هو دارس ايه ولا معاه ايه؟ هتقول لي انا ما سالتش اصلا. يعني ما تعكنينش عليا، احنا في اخر 2023 وكانت سنه قمر. خلي 2024 اللي احنا داخلين فيها دي ان شاء الله تبقى سنه لطيفه. انا حضرتك على محامي. انت طبعا يعني يا معلمي هتسمع كلامي وهتساله السؤال مره ثانيه. انا مش معانا لصنص حقوق، انا اعلى من كده. شوف الفاجر بيقول لك اعلى من كده. طب ما تيجي يا معلمي تساله السؤال مره كمان. ثالثه اعدادي وثانويه عامه. ده ملوش حل. طبعا يا معلمي انا عارف السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي ايه الميزه اللي فيه بقى على كل ده. ده سؤال كويس هقول لك. كريسماس اللي عندي مش عند حد. كويس انه انتهى في 2023 ومش مكمل معاه، لانها حقيقي مش ناقص، وفي كتير غيره قايمين بالواجب، فصباح الفل. اولهم اللي طلع ترند في 2023 ومكمل 2024 وهو ما تحسبش كده يا صاحبي. اسمها ما تحسدنيش يا صاحبي، ما تقرش عليا يا زميلي، خليك واضح يا سويسي. بس صراحه يعني كده يا سويسي اللي بيعجبني فيك انك راجل شرقي محترم. وانت في السجاره دي انت متجوزه مصري؟ انت خليت فيها مصر يا سويسي. انا عندي استفسار كنت عايز اساله، يعني ايه اكتر حاجه وجعت في نفسيتك يا سويسي بما انك يعني شغال بره مصر وغربه وكده؟ اكتر حاجه عن وجعت في نفسي لما اشتغلت 120 يورو طول الاسبوع. هم يعني بصراحه يعني يا سويسي مبلغ ايه ده؟ استنى كده، 120 يورو في 34 في سعر اليورو يبقى 4080 في الاسبوع، في 4 يبقى 16320 في الشهر، على 30 يبقى 544 في اليوم. وعرفنا بالمهرجان بتاع الحمد لله على الفقر والجدعنه. ده انت راجل صحيح. طبعا يعني انت هتقول لي ما تحسبش كده يا صاحبي. امال ايه يا عم الحاج؟ طب ما علينا يعني بده، بس انت يعني كده يا سويسي شايف نفسك ازاي؟ انا مطرشم انا لسه المطرشم فيها سويسي ايه شغل الافريقي ده؟ وبعدين يعني يا سويسي انت المفروض تستغل ان انت موجود في ايطاليا وتورينا اماكن احنا ما شفناهاش. ده قسم الخمور يا جدعان. ايه ده يا اسطى؟ بقول لك ورينا اماكن ما شفناهاش تجيبنا قسم الخمور. طب ثانيه يعني كده يا جماعه ما نظلموش، يمكن هيقول حاجه او هيورينا حاجه. يعني انت ممكن هنا تجيب لك ازازه بيره ب 50 قرش. حضرتك بتماركت ليه؟ لا بصراحه يعني كده يا سويسي انت كده ما تسكتش عليك. وين ذكر السويسي اكيد مش هنحطه في حلقه وسط الترندات كده، ده ليه حلقه لوحده يا معلم. وهنا يا معلم وصلنا لاول اخر ربع من السنه اللي كان فيه الاجزاوي سوري مكاوي قصدي مكاوي. عرفنا بنفسك. عندي جسم احسن منك. طب فكرني الدره كده قال ايه؟ ان حجمك صغير يعني. ها ايه تاني قول؟ فلوس احسن منك. فلوس احسن منك. طب وريني الفيديو ده كده. ده عباره عن سيستم سكين كير كل. يعني ده اعلان لمنتج عشان تاخد فلوس صح ولا انا فاهم غلط؟ ما انت كده يا مكاوي مش غني زي ما انت بتقول يعني. طب كمل. عيشه احسن منك. مكاوي معلش يعني انا عايز اقول لك حاجه، معظم فيديوهاتك مع نسوان وقلع ولبس وعربده غريبه كده، فانت شايف ان عيشه المعاصي اللي انت عايش فيها دي احسن من عيشتي؟ عبط احنا بقى يعني العيشه بنت الرخيصه دي حلوه في ايه يعني؟ والله لو دي العيشه اللي احسن من عيشتي انا مش عايزها. على العموم يعني ليك حلقه لوحدك برضه. وكده معلمي وصلنا لاخر الربع الثالث من السنه، وطبعا مش هننسى بيومي فؤاد اللطيف الجميل اللي طلع قال لك احنا مش بتوع فلوس اقسم بالله. طب يا اسطى مش بتوع فلوس ماشي، بس ليه بتجيب سيره محمد سلام؟ طبعا معلمي مش محتاجين نتكلم في الموضوع قوي لان المصريين عملوا معاه احلى واجب، والزيطه بقى والمحلات تقول لك اسعارنا ارخص من بيومي فؤاد وجودتنا زي محمد سلام وليله كده. طبعا السنه مش هتخلص من غير الفاجر انا القادر انا المطرقع انا متغير مطرشم انا ابو جلابيه
ليه ما بشوفش؟ انا مش عارف افريقي انت كنت عامل كده ليه؟ اما عليهم عرفتها في الصوره حطها في الكومنتات وانا هتجلط من الترندات دي بجد. طب انا افريقي يعني ايه المطرشم؟ مطرشم دي بجد 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 انا مطرشم في شغلي بجد. الله انت بس بتحطها في جمله مفيده. طب ما تفكر تغني زي الباقي. انا بعشق البحر. لا معلش ما تفكرش تغني تاني، انت هتفكر ولا اقول لك انت ما تفكرش تعمل حاجه يا عم احنا مش ناقصين. واكيد يعني معلمي ياسمين عايزه فضلت مكمله في عشق الفرعون الصغير الكبير لغايه ما الترند بتاعها ابتدى يقع فالى حد ما يعني رجع لطبيعته. ونيجي بقى معلمي للجزء المحبب الى قلبي وهو الافراج عن ابراهيم مخاصيصه معلمي. فيا ريت نخلص من موضوع ابراهيم. انا مصري فلاح. ايه الادب والاخلاق اللي انت فيها ده مخاصيص؟ بصراحه انا هيما شكلك زمان كان حوار. معلمي عرفت تقف في الصوره حطها في الكومنتات. فكرني كده مخاصيصه انت كنت بتقولي على الفلاحين. اضغطي على الشاشه يا فلاحه منك ليها. اضغطي يا صعلوك ابن الصعلوك على الشاشه. ليه يا مخاصيصه كده؟ بعدين بصراحه يعني كده مخاصيصه انا عايزك توعدني ان انت مش هتشتم الفلاحين تاني. لا عمري ههينهم، لا عمري هذكرهم بسوء ولا هذكر متابعيني، عمرها ما هتحصل تاني. بس مخاصيصه يعني كده بصراحه انا زعلان منك. اصل سمعت كده ان انت جبت سيرتي في الكلام، يعني الكلام ده حقيقي؟ وصل 200,000 متابع في دقيقه، 200,000 مشاهده في دقيقه. ايه ده انا بس مخاصيصه يعني بصراحه انت ظالم. ازاي هجيب 200,000 مشاهده في دقيقه؟ ايه عملت 12 جزء على مخاصيصه؟ طب سلام. بس مخاصيصه انت كنت قلت انك ان انا ملك، انا من العرق الآري. هل بقى مخاصيصه يعني انت غيرت ولا لسه زي ما انت؟ نخش على عرق الآري والملوك والكلام دي اخترعوا كلام. بس مخاصيصه يعني معلش انت كده هتعمل محتوى ايه؟ ابراهيم بيمثل اي فيديو ينزله على صفحته على اللايفات تمثيل. بعيدا عن الهبد وكده انا عايز اعرف ايه الحل معاك يعني. طب الحل ايه من ابراهيم؟ ايه الحل؟ يا مخاصيصه اهدى كده، انت في ايه مالك متضايق ليه؟ قول لي. لا انا مش سعيد، لا انا مش كويس. مخاصيصه مش سعيد ومش كويس، بس مخاصيصه يعني كده بصراحه انا حاسس انك اتغيرت كتير عن الاول. ما هو انا الاول في العالم يا فندم يعني. لا قول بالمره انا المطار. بس مخاصيصه يعني هو التكبر وحش انت فاهم. بس انا برضو بصراحه يعني ليه حق اعرف انت ليه بتقول على نفسك الاول. مين شهر البرنامج كله واكل البرنامج كله عيش غير كله؟ مستخدمين تيك توك في العالم مليار شخص، والمفروض ان احنا نقتنع ان انت اللي شهرتهم واكلتهم عيش. الحشيش تمام. طب بعيدا يعني فاكر يا مخاصيصه زمان، مش زمان قوي يعني من سنه ونص كده انا مخاصيصه كنت تقول ان انت عندك حصان ابيض. احنا بقى هنا من اداره البرنامج عايزين وصف الحصان الابيض. انا حصاني ابيض لامع مضيء. بس كده؟ امال حضرتك فاكر ايه؟ ده انت الدماغ فل. بس برضه انا كده معلم مهما كان مخاصي متعلم. اي نعم احنا ما نعرفش عن امه حاجه دقيقه، بس عمرنا ما شفناه بيقول خرافات او اساطير. وبعدين الزغروطه بتفك السحر، الزغروطه بتفك السحر برضه. استوب بقى، زغروطه ايه اللي بتفك السحر؟ قلنا ما نضربش قبل اللايف. اهي دي النتيجه. الحمد لله يعني انه ما قالهاش رب شنبك. اعملي شنب ودوجلوس. مش عاوزها يعني تحدد الجناب بالمره. خلاص قول لي الصراحه انت عايز تسقطها بس مش عارف صح؟ قولي لي بقى انت جبت الحلاوه دي منين؟ انا حافظك، ده انت عشره عمر يا مخ. بس الحمد لله يعني كده معلم ان جنون العظمه ما ركبوش. ما هو انا الاول في العالم يا فندم. ما احنا اتفقنا حوار الاول في العالم ده فيه ايه؟ طب انا بقى مش سايبك الا لما تقول الاول في العالم في ايه؟ اعظم فارس في العالم كله هو انا، والسباحه والرمايه، ده بجانب جميع العلوم الرياضيه. كمان العلوم الرياضيه ده انت عباره عن زرطايه بتهبط حرفيا. وبعدين عايز اسالك سؤال وارجو ان هو ما يضايقش روح الدوده اللي جواه. يعني انت شايف ان ده جسم واحد الاول في لم الغسيل حتى؟ ان جسم رياضي رباني، يعني جسم متناسق. مخيصه بصراحه كده انا عاوزك تهدى وتفكر بالعقل. يعني انت شايف ان ده جسم متناسق؟ امال يعني رونالدو وصلاح دول ايه؟ زي مثلا رونالدو كده، زي محمد صلاح مثلا. اجمل بكتير طبعا واحسن بكتير. لا مقصد بصراحه انا لو فضلت معاك اكتر من كده مش هخلص، فكفايه عليك كده. وزمان يا معلمي كان يقول لك تليفون ايفون او سامسونج. دلوقتي يا معلمي ظهر كميه انواع. وعند مين؟ عند الاوريجينال. جايب تليفون من يومين بيقول لك غواصه. طب افرض حد غبي اشتراه ونزل الميه بيه بجد، قول لي بقى هتعمل ايه لما التليفون يجيب عوالم البحار بس؟ يعني بالمناسبه كده يا معلمي انا ما عنديش مشكله في اللي المحتوى بتاعه عباره عن ملابس عادي يعني مش تفرق. بس ليه تبقى بتبيع ملابس والبامب بايه وكل الكلام ده والاقيك بتبيع بصل وفي محل الملابس؟ يعني انا مش فاهم انت بتحاول تربي انهي زبون. والاقي برضه جايب في الصين عروسه بيأجر الواحد ب 3 جنيه. يعني معلش انت بتسالي على مكانه ليه يا عزيز؟ عيب يعني انت اكبر من كده. نيجي بقى للجميل. اسمه محمود حديده، الشهره بتاعتي اسمها محمود حديده، الشهره بتاعتي اسمها محمود، الشهره بتاعتي اسمها حديده محمود حديده، الشهره بتاعتي محمود، الشهره شهير حديد، الشهره بتاعتي ما خلاص يا عم ايه الشريط سف ولا ايه؟ حديده ايه الصوره دي؟ طبعا انا عرفت تقف في الصوره حطها في الكومنتات. صح انا حديده هو انت واكل ايه ممكن يكون عامل فيك كده؟ واكل امبارح. انا واكل ايه؟ واكل امبارح. يا عم انت مستنيني اجاوب ايه؟ ايه شغل اكمل ده يا جدعان؟ ما تقول واكل ايه؟ بطاطس من المحامير دي، بطاطس محامير. محامير؟ الله دي سنه كانت قمر. يعني الحمد لله انها خلصت بامان. بس حديده احلى حاجه فيك ان انت طيب بس مش غبي. يعني عمرنا ما شفناك بتعمل حاجه غبيه. السلام عليكم ده حديده. يا عم نعوم ده انت بتكلم الفيس اي دي؟ يا نهار اسود احنا بعاد قوي يا لطيف. اعتقد كده كفايه يا حديد. وبعدها يا معلمي ظهر لنا واحده مسميه نفسها ماما ده. يعني شويه تقول نصايح وشويه تقول لك خد الطبق ده ادي لاخوك. تخيل انت رايح تطلب سندوتش سجق عادي جدا وتقول لك ادي لاخوك. بص هناك كده تشوف واحد اقسم بالله انت اول مره تلمحه في الحياه بس شغلتك. يعني روح بقى ادي له الاكل يا جرسون. بعدين يعني وانا رايح اكل ولا اشتغل بلقمتي ولا ايه؟ انا مش فاهم. ويا ترى يعني هدفع بعد ما اودي للناس الاكل ولا الشو حاجه والشغل حاجه ثانيه؟ طب يعني بمناسبه الاكل تعالى يا احمد صور طبق الفول العادي فشخ اللي ما فيهوش اي انبهار عشان اقول لك حبايه الفول جوسي فيها قرمشه ما تفهمش ازاي في حبايه الفول. والعيش بقى لا ده قصه لوحده.
لوحده ده، وكل ده فين؟ على عربيه الفول اللي عند اول الشارع عادي جدا. انا بقى عندي سؤال، هي عربيه الفول دي عايز ماركت ليه؟ لا بجد والله هي عايز ماركت ليه؟ طبعا لو عايز حاله عن البامب بايه والاوريجينال وتعالى يا احمد قول لي في الكومنتات. بمناسبه الاكل، عارف الكاتشب كده اللي بيبقى جنب الاكل اللي ما بيضايقش حد ده، بقى اداه للمحن دلوقتي. والله اعرف 2 سيل فيديوهات ما بيعملش فيها حاجه غير ان هو بيحط لها الكاتشب، وبعدها طبعا خلصنا محمد كشري او محمد عامل النظافه، وظهر لنا ناس قسما بالله عجيبه. يعني تلاقي واحد فاسل قد كده يقول لك معاك 8 مليون جنيه ومش عارف تجيب انهي عربيه. يعني انا لو معايا 8 مليون جنيه يا ابني مش هعرف اجيب عربيه ليه؟ اذا افترضنا يعني ان انا معايا 8 مليون وبركب مواصلات عادي، واللي عكسه بقى يقول لك معاك 33000 جنيه هيركبك عربيه تيت تيت بكماليات اوتوماتيك ستوب بقى بجد. طبعا يعني معلمين مش هننسى هايدي والتركي اللي تقريبا التركي كان بينتحر في لايف وهايدي بتعيط عليه، وحاجه اخر مسكره بمحن، مشهد فظيع. احترموا عقليه اللي بيتفرج عليكم كده. طبعا يا معلمي نكون وصلنا لاول 2023 اللي كان فيها بقى غدا شحاته ولوشه وليله جامده قوي. وبمناسبه اللطيفه ده يا معلمي انا مستحيل احصر كل ترندات السنه في فيديو، فلو نسيت انا معلمي ترند معين او حاجه يبقى فكرني في الكومنتات. وما تنساش يا معلمي تقول لي اتكلم عن مين الحلقه الجايه، واكيد انا معلمي انت عرفت ممكن تكون الحلقه الجايه عن مين، وانا معلمي لو عرفت بقول لي في الكومنتات. اشوفك يا معلمي بقى في 2024. يلا سلام.